الرسالة التانية أنا هقرا جزء منها. أنا قدمت في كلية الشرطة وحضرت أول اختبار وكان كويس ومبسوط وقلت لائق، لكن فجأة لقيتهم باعتينلي غير لائق من أول اختبار. هو بقى بيتكلم على إحساسه وإزاي قلبه يرتاح. طيب أنا هقول لك كذا حاجة. الحاجة الأولانية، تيجي نخلع الناس من المعادلة دي. ليه؟ إحنا الشيطان بيحاول دايما يوريلنا ان السبب ان احنا ما وصلناش لحاجه في اسباب من بره هي اللي عملت، فاحنا قلبنا يتحرك. انا ما اتجوزتش الشخص لان في ناس اتدخلت وفسدت القلب. انا ما اتجوزتش البنت اللي بحبها لان ظروفي وحالتي الماديه وبابا ما ساعدنيش. انا ما دخلتش الكليه لان كان في غش وانا ما غشش. انا ما اتقبلتش في القدرات لان في وسط، وانا واسباب كتير. تمام، انا متفقه معاك مع كل الاسباب دي. الاسباب دي كلها عبيد تحت مشيئه الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فما تديش للعبيد حاجه اعلى من قيمته. احنا عبيد، الفاعل هو الله، يد الله هي اللي. ليه بقى؟ عشان تنفذ اقدار. فاول حاجه، انت طول ما انت شايف ان في بني ادم زي هو السبب في حرمانك من حاجه، قلبك هيستناك. لكن اول ما تعرف ان ربنا هو اللي اراد ده، فسبب اسباب بقى من اي حته. شخص دخل في الموضوع، واحد راح اشتكاك للمدير جيت مرفوض. البني ادم ده عبد تحت مشيئه الله. لما عمل كده ما عملش ضد مشيئه الله. طب وهو ربنا رقم 2، وهو ربنا مش عاوزني اوصل ليه للحاجه اللي بحبها. اولا لان احنا مش في الجنة، وانت ما توعدتش ان لكم فيها ما تشتهون. مش جنة، انت جاي تختبر. فكونك اختلف معاك الوضع لازم تاخد بالك. طب ما غيري بيوصل للي هو عاوزه. طيب انا هحكي لك قصه وشوف رد فعل. انا شفت واحده ابنها بيعدي، هي وابنها بيعدي الطريق، فشدت ايد ابنها، سمعت ملخة ايد الولد ده. ايه رأيك في الام دي؟ هتقول ايه عليها؟ هتقول عليها دي مفترية. ايه اللي عملته ده؟ عمل ايه يعني عشان يستاهل ايده تتكسر؟ طيب انا كانت نظرتي ضيقة، بص على الام وابنها، رجعت لورا بصيت على المشهد تاني، لقيت حاجة تانية. لقيت في عربية كانت جاية هتخبط الولد، فالام شدته شدة جامدة عشان تحميه من العربية. ايه رأيك في الام؟ بقيت منقذ، مش كده؟ الصورة الكاملة دي مش لينا، مش هنشوفها في الدنيا إلا لو ربنا حب بعد كده يوريها لنا بعد ما يختبر. أنت ولله المثل الأعلى في حاجات هتموت عليه، بتدبب في الأرض. الحاجة دي عند ربنا مش خير، الله لطيف بعباده، مش خير فمنحها. لو استنيت تدبب في الأرض يبقى ما فهمتش اختبار. اختبارك إنك تحسن الظن وتحسن استقبال أقدار الله بحاجتين. واحد، تعرف إن الفاعل هو الله مش عبيد الله. الحاجة التانية إنك دايما تحسن الظن إنه لطيف بيك، بيحبك، مش بيعاقبك، بيقدم لك الخير. بس احنا غلابة ما بنعرفش الصورة كاملة، ما بنعرفش القصة كاملة. لما بتسمع قصة لحد الآخر تقول يا ده أنا فهمتها في الآخر، الأحداث اتربطت. احنا مش مفروض إن الأحداث تتربط دلوقتي، بس المفروض مني ان احنا دايما نحمد ربنا على اللي هو ادهولنا، ونحمد ربنا ان في اي حاجه هو ده الخير يا رب، هو ده الخير. ابتلاء لطف، ونعمه لطف بيك، وده اختبارك. فلما تتحرم من حاجه المفروض
تعمل ايه؟ تقول الحمد لله. الحمد لله ان منع عني حاجه بحبها بس كان فيها شر، وهيديني حاجه ممكن ما بحبهاش بس فيها خير. فتعالى نتعلم نستقبل اقدار الله بنفس مؤمنه راضيه وقويه، وعارفه ان مفيش بشر على الارض ممكن تمنع عنك خير ربنا كده.